ما تقلقش، انا مش راح اكلمك في مذاكره ولا راح اكلمك في اي حاجه، لسه بدري على ما الدراسه تبدا. ولكن انا جاي اكلمك في واحد كان فقير جدا، وكان يعني حرفيا يعني كان راعي اغنام، وفي لحظه بقى من اقرب الصحابه للنبي عليه الصلاه والسلام، وهو كمان اللي جهر بالقران قدام قريش في مكه. يعني اللي هو طبعا انا مفيش حاجه هحكيها لك الا لما هنطلع بعبره من القصه اللي انا هحكيها لك. ولكن هتقول يا يوسف طب احكي، انا مش هحكي دلوقتي علشان خاطر لسه بالظبط دقيقه والاذان الفجر يأذن، فانا بيجيلي الافكار كده وانا راح اصلي صلاه الفجر. فقلت خلاص اصلي الفجر ان شاء الله ونيجي نحكي اللي انا عايز احكيه لك يعني، فاستناني وما تمشيش. انا بقول لك اهو. بابا، 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 نصلي الفجر، انت صحي؟ جيت لك تاني، جيت لك تاني. المهم الشيطان بيلعب علينا كل يوم لعبه كده جميله. انا طبعا مش معايا الاستاند حاليا، فانا مش عارف احط التليفون ازاي الصراحه، فانا هحطه بالطريقه دي. خليك معايا كده، خليك معايا. كنت بدور على الاستاند علشان خاطر ان انا علشان خاطر ان انا اصور بيه وكده. ولكن جيت ابص لقيت ان انا بعد ما صورت ببص على عيني، حسيت ان انا عيني باين عليها ارهاق جامد عشان خاطر انا سهران طول الليل، فوضعيه التليفون دي مش بتبين الارهاق اللي في عيني يعني. المهم علينا. فانا جاي اقول لك ان احنا عندنا ان الشيطان بيضحك علينا كده كل يوم، ويجي لك قبل الفجر بساعه، ساعه ونص، ساعتين، ويقول لك ما تنام لك شويه عشان انت عندك شغل الصبح. نام لك شويه واظبط المنبه على الفجر، هتقوم تصلي وتكمل نوم تاني وتصحى الصبح. هل انت بتصحى؟ انت مستني ايه؟ ما بتصحاش طبعا، ما بتصحاش. يعني اللي هو جاي يضحك عليك، هو جاي بيشتغلك، واحنا طبعا مش هبل ومش هنقع في الكلام ده خالص. فالمهم علشان خاطر انا وقعت في الكلام ده، فجالي النهارده برضه ولقيته بيقول لي يا واد يا يوسف ما تنام لك شويه واصحى. فقلت له لا يا باشا، الكلام ده مش معايا تاني، يعني انت ضحكت عليا المره الاولى مش هتضحك عليا المره التانيه. المهم والحمد لله وصلاه الفجر يعني الحمد لله. المهم فانا جاي لك النهارده علشان احكي لك قصه صغيره لعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود ده كان راعي غنم، كان صغير وكان راعي غنم وكده، فعدى عليه النبي عليه الصلاه والسلام وصديقه ابو بكر الصديق. فالنبي عليه الصلاه والسلام طلب منه وقال له ان هو يعطيهم شويه لبن. فرد عليهم ايه بقى؟ رد عليهم وقال له والله ان هو مؤتمن على الغنم ده، ومش هينفع ان هو يعطله منه لان هو سيده امره بكده. بالرغم ان الرد ده رد صغير جدا واللي هو رد عادي، ولكن تخيل ان الرد ده كان سبب ان عبد الله بن مسعود يكون من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وان هو يكون له شأن كبير جدا. فتخيل، يعني تخيل بسبب ايه؟ بسبب امانته. انت فاهم قصدي ازاي؟ فالمهم فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه ان هو يجيب له شاه. شاه دي يعني عبارة عن غنمة، يعني غنم بس انثى، فاهم؟ ولسه ما ولدتش. فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح عليها بايده الشريفة كده، نزل لبن من الشاه دي. اتمنى انك تكون فاهمني يعني. المهم وشربوا والحمد لله، وكان عبد الله بن مسعود مستغرب جدا، يعني كان مذهول من اللي بيحصل. المهم فانا جاي لك برضو علشان خاطر ان انا اطلع لك بعبره صغيره او بحاجه صغيره، ان الواحد يكون امين في اي حاجه بيعملها في حياته. امين في شغله. لو حد مؤتمن، يعني مؤتمنك على شيء، تخليك امين على الحاجه دي. فلوس، تخليك امين على الفلوس دي. تخيل معايا كده ان انا كيوسف مثلا نزلت المستشفى وانا شغال وشغال لمريض وانا ما اعرفش المريض ده مين اصلا. حلو. بس انا اشتغلت معاه بضمير واشتغلت معاه بامانه، لان دي امانه المهنه ان انا اشتغل معاه، ويعني حرفيا اللي انا اتعلمته اطبقه عليه واشتغل بضمير. وتخيل ان انا اللي انا شغال عليه ده طلع وزير ولا اي حد وانا ما اعرفوش اصلا، انت فاهم؟ فالوزير ده مثلا عجبه ان انا بشتغل بضمير وان انا انسان كويس والكلام من ده كله، وفجاه يعني اللي هو عيني في حاجه كبيره. انت فاهم قصدي ازاي؟ عمل لي حاجه. طبعا ده يعني كله بايد ربنا علشان خاطر ان انت مثلا انسان امين، فاهم قصدي ازاي؟ فالمهم يعني الهدف اللي انا عايز اوصله لك من حاجه زي كده، ان انت كل ما تكون امين والله هتلاقي بركه في حياتك، هتلاقي ربنا بيكافئك، هتلاقي حاجات كتيره بتحصل لك في حياتك بسبب امانتك دي. فانا عايزك تكون امين كده في كل حاجه. امين في مذاكرتك، انك لما تدخل كده عشان خاطر تذاكر ما تقومش قافل الكتاب وتقعد ماسك لي التليفون. لا، خليك امين انك داخل الاوضه فهم
طبعا انت كده كده بتذاكر لنفسك وانت عارف مصلحتك، انت كبير تمام. فتخيل ان اهلك يعني مأمنينك ان انت عارف مصلحتك وقاعد بتذاكر جوه، لا وانت ماسك لي التليفون وقاعد فاتح لي التيك توك وقاعد فاتح لي اليوتيوب وقاعد فاتح لي وقاعد تقلب في الريلز بتاعت الفيسبوك وقاعد تتفرج على فيديوهات يوسف، المهم ايا يكن يعني. فاللي هو يعني فده مش امانه يعني، فالمفروض انك تقعد تذاكر عشان خاطر هم واثقين فيك وهكذا. يعني انت فاهم، انا بديك امثله بس. فبس انا حاسس ان الفيديو طول قوي، انا وصلت للدقيقه 4، فكفايه قوي كده يعني. و طبعا ان شاء الله ان شاء الله يعني لو عجبك الفيديو، انت عارف هتعمل ايه من غير ما اقول لك. المهم وفي التعليقات عايز تكتب لي اي حاجه، عايز تكتب لي مثلا عن حاجه معينه عايز تعرفها اي حاجه، فانا معاك والله العظيم ومش هبخل عليك باي حاجه خالص يعني. انت اخويا في الله وبحبك في الله والله العظيم. وبس مفيش حاجه اقولها اكتر من كده يعني. وان شاء الله على فكره ان شاء الله لما اروح القاهره لو حبيت تجي للقصر العيني علشان خاطر ان انا يعني ان انا لو يعني اي حاجه، بص لو انت تعبان في اي حاجه يعني ان شاء الله هظبطك يعني، لا تقلق يعني، هشتغل معاك وبضمير تمام وبضمير. فبس والى هنا تنتهي حلقه اليوم او فيديو اليوم او يعني اللي تقدر تقوله عليه قوله. وبس يلا سلام.